السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا وحشني كتير من الفيديو اللي فات. جاي لكم النهارده في فيديو جديد، فيديو ان شاء الله يعجبكم جدا جدا. هنعمل من كيلو دقيق الجمال والعظمة اللي انتم شايفينها دي حاجة كده اللهم بارك. هنعمل طبعا مينيه او كعب الغزال او قرص بعجوة، وهنعمل طبعا منه القراقيش الجميلة دي، حاجة في منتهى الجمال. طبعا قبل اي حاجة ما تنسوناش بدعوة حلوة من قلوبكم، وما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد من انا وبناتي. قبل اي حاجة كده هنسمي الله ونصلي على الرسول، هنخش كده مع بعض على الطريقة على طول. هنا كنت طبعا بوريكم المقادير بتاعتنا كلها اهي. معايا كيلو من الدقيق او الطحين، طبعا نخلينه مجهزينه، معانا سمسم، معانا بيكنج باودر، معانا خميرة، معانا حليب لبن، ومعانا سكر حبيبات عادي، ومعانا طبعا السمنة بتاعتنا، ومعلقة كبيرة، معلقة كبيرة من ريحة من بهارات اللي هي الكحك اللي انا عملنا بيها الكحك في الفيديو اللي قبل كده، ورشة ملح صغيرة طبعا ما ننساهاش. طريقته سهلة جدا جدا، وعايزة اقول لكم بقى حاجة بمنتهى الجمال، وبتمنى فعلا ان انتوا فعلا والله تجربوه بنفس الطريقة. طريقته سهلة جدا جدا، وحاجة عجينة اللهم بارك، حاجة يعني كده زي الملبن كده بالظبط. طبعا زي ما شفتوا كده حطيت السمسم، معلقتين كبار من السمسم، وحطينا معلقة صغيرة خالص من البيكنج باودر، وبرده معلقة يعني معلقة زيها برده من الخميرة، ورشة الملح، ودول 4 معالق من السكر والحبيبات. وطبعا حطينا معلقة من بهارات الكحك زي ما قلت أو ريحة الكحك، بتيجي من عند العطار زي ما انت عايزة، عايزة ب5، عايزة أكتر، عايزة أقل، هيديكي ما شاء الله كيس كبير ب5 جنيه. يعني ما شاء الله يكفيكي يعني مدة طويلة جدا. قلبت كل المواد الجافة زي ما انت شفتوا كده، ومعلش اعذروني انا هعمله على عجان لاني والله يعني الحمد لله. ف هقلب كده زي ما شفتوا كده وعلى عجان على طول. طبعا لو بايدينا عايزه اقول لكم عجينته سهله جدا جدا. هشتغل بالكف كده بتاع العجان، هقلبه بس تقليبه كده، وهنزل انا هنا يا مدوب بس فككت السمنه، سخنتها بس ما فتحناهاش خالص، احنا هنعمله على البارد. خلاص نزلت بالسمنه. طب السمنه دي قد ايه؟ دي نص كيلو، حطيت نص كيلو للكيلو دقيق. نص كيلو مظبوط جدا جدا. دي سمنة زي ما انتوا عارفين ومتابعيني على قناتي ان انا بخلط سمنة نباتي على سمنة بلدي. خلاص اقلب بقى كده كل دقيقتين كده، بنزل زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة المرحلة الاولى اللي هي دي البس كده بالسمنة والدقيق بس. لو هنعمل على ايدينا هنقعد حوالي كده ربع ساعة نبس فيهم، هتطلع معاكي ناعمة وجميلة وطرية وحاجة ملبن كده اللهم بارك. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو. هقعد كده هديها كده كام ضربة كده بالعجان. طبعا انا اشتغلت على العجان، قعدت بالظبط حوالي 10 دقايق ربع ساعة بالظبط كده، بس بسم الله ما شاء الله النتيجة كانت جميلة جدا. نزلت بالحليب دافي، الحليب دافي طبعا. طيب ده حليب قد ايه؟ استخدمت حليب قد ايه؟ 300 جرام من الحليب. من الحليب بيبقى دافي، ما نطلعوش من التلاجة ونستخدمه، لا بيبقى دافي. اهو نزلت زي ما انتم شايفين كده، هو بسم الله ما شاء الله كانت ال 300 جرام كانوا مظبوطين جدا جدا على العجينه. بصوا العجينه عامله ازاي، زي الملبن. طالما حطينا الحليب بنلم بالحليب وخلاص على كده. هنا كنت بختبرها لا هي مشققه ولا هي اي حاجه، عجينه طريه ومتماسكه، وفي نفس الوقت بسم الله ما شاء الله عامله زي يعني ما شاء الله جميله جدا جدا. هقلبها بس تقليبه ببعضها كده اهو بالشكل ده، وهغطيها وهسيبها. بس انا مش هخمرها، انا ما بخمرش العجينه بتاعت المايونيه او كعب الغزال قبل التشكيل، لا. انا بس هسيبها بس لحد ما ايه ما اجهز العجوه بس معايا. هنا العجوه كنت حاطه عليها معلقه من السمسم، وحطيت عليها معلقه من الزبده او السمنه. طبعا بندفيهم بس وبنقلبها كده ببعضها، وبتبقى بسم الله ما شاء الله معاكي طريه كده، وزي ما شاء الله هتشوفوها دلوقتي معايا وانا بفردها. جبت كيس كده من بتاع المطبخ وقطعته كده وفردته عشان افرد عليه العجوة، هتشوفوا اهو. وطبقته عليها كده تاني، فردت الكيس نصين، نص فوق ونص تحت. وهفرد بقى بالعجلة بايدينا، هنفرد كده لحد ما نخليها ايه، بفردها خالص كده اهي. بصوا كده جهزتها معايا، بصوا ما شاء الله. هطبقها كده وعينها، وهشتغل بقى في العجينة. بصوا العجينة معايا ما خمرتش، انا بس سبتها ارتاحت شوية لمدة بس عمل ما عملنا العجوة وجهزناها. بفرد كده على المفرش السيليكون كده زي ما انتم شايفين، من غير دقيق من غير اي حاجه، بنفرد كده. بصوا العجينه بتتفرد معايا بكل سهوله. عجينه ناجحه جدا جدا. بتمنى فعلا ان انتوا تجربوه بالطريقه دي، ان شاء الله يعجبكم جدا جدا. طبعا اللي مش حابب يحط لبن حليب، ممكن يحط لبن بودر.
ممكن يحط يعني نص المية ونص لبن يعني واحنا بنعجن العجينة. بصوا فردتها بكل سهولة ازاي، وهحط عليها بصوا العجوة برضو بكل سهولة اهي. طريقته سهلة جدا جدا، وعايزة اقول لكم حاجة يعني جميلة جدا بصراحة. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسيناش باللايك، وما تنسوناش بالاشتراك، ودعوة حلوة من قلوبكم الجميلة، وكومنت كده من اللي انا بحبه جدا، من تعليقاتكم الجميلة اللي بتشجعني والله، ومتشكرة لكم جدا على تعليقاتكم الجميلة. اخواتي من جوه مصر وبره مصر والله بتمنى لكم من كل قلبي النجاح والتوفيق. شفتوا انتوا كده بقى، خدتوني كده في الكلام وما قلناش احنا عملنا ايه. اهو كده برمنا، بصوا ببرمه كده برمتين اتنين بس، يعني اول برمه وتاني برمه بروح قاطعه بقى على قدها. بصوا واقفل بقى العجوه دي خالص، نقفلها كويس عشان ما تفتحش معانا في الفرن. بعد ما تيجي تستوي بتفتح معانا. الحتت اللي انا بعينها دي انا مش هرميها طبعا، انا هحتاجها وهعينها على جنب، وهقول لكم هنعمل بيها ايه. بصوا بقطعه ازاي بالشكل الجميل ده، بتبقى جميله جدا. انا مش هطول عليكم الفيديو اكتر من كده معلش. بصوا جميل جدا، بصوا اللهم بارك، عمل معايا صاج كامل. ده اول صاج هنعمله اهو ونعينه. هنيجي بقى لبقيه العجينه هنفردها كده. هنعمل بقى معانا ايه القراقيش من غير اي حاجه خالص، من غير عجوه، من غير ملبن، من غير اي حاجه. عايزه اقول لك العجينه واحده والنتيجه جميله جدا جدا. بصوا بتتفرد بكل سهوله، مش محتاجه لا عجله ولا فراده، بايديا بفرد كده على طول. حبايبي بحبهم جدا. مش شاكره جدا ليكوا على تعليقاتكم الجميله ليا. وطبعا كلامكم هو اللي بيخليني ببقى عايزه مش انزل كل يوم فيديو، كل دقيقه فيديو والله. يعني معلش اعذروني ان كنت بتاخر شاف الفيديوهات. فطبعا كل سنه وانتم طيبين، خلاص رمضان قرب يمشي، يعني يا رب يتقبل مننا صيامنا واعمالنا وصالح الاعمال يا رب. وطبعا ندعي ونستغفر ربنا كتير ونقول اللهم انك عفو كريم وتحب العفو فاعف عنا يا الله. في الايام الجميله دي ربنا يبلغنا ليله القدر يا رب، ونكون من المحظوظين اللي يستجاب لنا دعانا يا رب كده، ويحقق لكل واحد اللي نفسه فيه يا رب. طبعا شفتوا هنا انا عملت ايه، برمتها وبعد كده لميتها وبقفل كده عشان تديني كده من جوه كده هوا كده، تبقى مفتحه من جوه، تبقى ايه، مهويه من جوه. وبرمتها وبعد كده ايه سويتها وقفلتها، وهقسمها من النص كده. بنخليها زي عقلة الصباع بالظبط كده، لانها هي بتفرد شويه مع ما بترتاح ولما بتخش الفرن. نخلي بالنا من النقطه دي، ما تخليهاش عريضه قوي. اه بالشكل ده. بصوا انا مقطعاها قد ايه، هتشوفوها ما شاء الله بعد تستوي معانا يعني هتزيد شويه. بس كان جميل جدا بصراحة، من الحاجات اللي أنا بحبها جدا، أكتر حاجات من نواعم العيد بأمانة، يعني بنحبها جدا وتربينا عليها. ربنا يخلي أمهاتنا ويرحم الأمهات المتوفية يا رب، ويكونوا في الجنة يا رب العالمين. بنسويها كده بإيدينا زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده، وبقطع كده. بصوا جميلة جدا. عايزة اقول لكم احلى حاجة بنحبها هي الحاجات دي. طبعا العجين اللي فاض مني والحتت اللي فاض على حتة عجينة عملنا بيهم الكام قرصة دول، مش قادرة اقول لكم بقى القرص دي حاجة تانية يعني خالص كده. هنا بقى معايا صفار بيضة، وحطيت عليه باكت كده من الفانيليا. طبعا مش حابة تحطي بيض، ممكن تحطي شوية من الحليب. انا ما كانش عندي بصراحة حليب، ممكن مية بسكر. عملنا الحاجات دي كلها مع بعض على القناة. عملنا القرص دهنا وشها بالمية بسكر، وعملنا قرص دهنا وشها بالحليب. يعني كل حاجة عملناها الحمد لله. هنا دهنت كده زي ما شفتوا اهو بالفرشة كده. وهعمل ايه، وهي هحط بقى على وشها ايه زي ما انتوا شايفين كده السمسم. حاجة جميلة جدا جدا، اللهم بارك، في منتهى الجمال. بتمنى فعلا ان انتوا تجربوها، ان شاء الله هتعجبكم جدا. طريقة سهلة وبسيطة. طبعا كنت مولعة الفرن مسخناها على حرارة 180 من رف مولعة الفرن من تحت. دي بقى طبعا القرص اللي قلتلكوا عليها جميلة جدا جدا، حاجة اللهم بارك. القرصة بس يعني انتوا عارفين القرص دي تفكرنا بالزمن الجميل والله. حاجات ديت يعني ما شاء الله، يعني فيها خير وبركة في البيت، وبتملى الدنيا خير والله. بشوية دقيق وشوية مية وشوية حليب وشوية حاجات من عندك هتعملي أحسن حاجة لعيالك. مش شرط سمنة بلدي، أنا خالطة سمنة من دي على دي والله، وممكن تعمليه بسمنة نباتي بس هيطلع برضو معاكي بمنتهى الجمال. طبعا زي ما شفت اهو طلع معايا جميل جدا، شكل ولونه من فوق ومن تحت. زي ما قلت هنولع الفرن على حرارة 180، وبعد ما سخنت الفرن بروح موطيه خالص على 170 عشان تستوي من جوه. بصوا قلبها من جوه عامل ازاي. بتاخد طبعا لون من تحت، او لو فرنك ما بيحمرش فوق وتحت هتشغلي الشوايه من فوق. بعد ما تحسي ان هو استوى كده وخد لون من تحت، هتديله وش من فوق يطلع معاكي بمنتهى الجمال. طريه جدا، ناعمه
دايبة بتدوب في البق دوب، وطعمها وريحتها قلبة الدنيا بأمانة يعني، جميلة جدًا، جدًا. باتمنى فعلًا إن أنتم تجربوها إن شاء الله تعجبكم. دي طبعًا الشوية اللي عملناهم من غير أي حاجة، القراقيش جميلة جدًا بكوباية شاي بقى، مش قادرة أقول لكم بصراحة. يعني الحاجات دي جميلة جدًا على الفطار، في أي وقت بصراحة بتحطي كده منها لأطفالِك، لأي حد كبير بصراحة جميلة جدًا، غنية عن أي حاجة تشتريها من برّه. بُصّوا السِوَى عامل إزاي من تحت وفوق، بُصّوا القرصة جميلة جدًا، بتتكلم عن نفسها مش محتاجة أي كلام. طبعًا كعب الغزال زي ما أنتم شايفين كده، اللهم بارك، حاجة جميلة وتشرّف بجد يعني. باتمنى إن أنتم تجربوه، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وباحبكم في الله يا أحلى أخوات في الدنيا. ما تنسوناش بدعوة حلوة من قلوبكم، وما تنسوناش باللايك والاشتراك، تفعلوا